انت حضرتك ما بتصليش؟ لا انا مقصر في الفرائض. شرف المؤمن قيام الليل مش عامله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينه الله عز وجل مكلفهم بحرمه الخمر. كلام عائشه رضي الله عنها قالت كان اول ما نزل وصف الله عز وجل والنار والجنه وبتاع، فلما ثبل الناس الاسلام وانا عنده في المدينه نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر. ولو كان في اول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر قالوا لا والله لا ندع الزنا وشرب الخمر ابدا. فهي كده نفس الحكايه. المجتمعات دائما مخاطبه بما تقدر على علمه وعمله. انت دلوقتي واحد التزم دلوقتي ويقول لك انا ما اعرفش اي حاجه عن الاسلام بس كان مسلم، فانت بتقول له يعني انت كنتش بتصلي، فانت بتعرفه على الله وبتقول له الصلاه. ثاني يوم بيقول لك طب والبنت اللي معايا في الشقه، بنت مين اللي معاك في الشقه؟ اصل هو كان بيزني وكمان لا الزنا حرام بقى. طب انا كنت بشرب خمره معلش. وبعد معنى ذلك ان هو تكاليف الاسلام لما يعرفها هيكون عايش تقريبا 5-6 سنين بيعمل محرمات مقطوع بحرمتها ايه كده. اما هذا فمثاب وولي من اولياء الله وكل حاجه. ليه؟ لانه بيعرف الحاجه بيعرفها وبيتعامل معاها. عملها عرفها ولسه مش عارف يبطل. دي بيبطل. واحد عرف ان الخمر حرام ومش عارف يبطل، ما انا متاكد ان انا مش هدوس عليها بطلها ثاني يوم، بس هخاطبه بكل حاجه بالتكاليف بالسنن والشرائع وحب الله عز وجل ورسوله. حديث سيدنا ابو محجن ان راجل كان مجاهد وبتاع في القادسيه وهو مدمن خمر. سيدنا حمار اللي هو عبد الله مضحك النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وبيغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدمن خمر وكان يؤتى بيه كل شويه وهكذا. فالقصد ان هي تصور النقاء ده اصلا مش متصور ولا حتى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بقدر الطاقه. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. انت بتحاول تعمل ده وتعمل ده، لا ينقص شيء من الخيريه ولا التكاليف ولا حاجه. يعني واحد يقول لك ايه انت حضرتك ما بتصليش؟ لا انا مقصر في الفرائض. شرف المؤمن قيام الليل مش عامله. خلينا في شرف المؤمن. طب يبقى انا ما بصليش، يعني انا ما عنديش طاقه نفسيه ان انا التزم ب5 فروض في اوقات بتاع فهصلي. فيقول لك طب ما انا كده هتحرق. ويقول لك لا خد بقى الكبيره. الصلاه مش هتقبل من غير اخلاص. اولع بقى وانت واقف. طب والاخلاص ده بيحصل ازاي؟ ده في ناس قفلت اعمارها ولم يخلص. عارف اول ما نشعر بيهم النار يكفر وهو واقف يروح يحول لدين تاني. ليه؟ هتقول له بعد ما يقول لك كده وينفعله تقول له اول ما نشعر بيهم النار مجاهد قولوا المصحف. طب يلا بقى خلوه لك بقى. هو ايه اللي هو انا؟ طب انا هعمل ايه اللي انت بتقوله ده؟ اصلا انا ما اقدرش اعمله ولا اصلا اتصوره. فانت بتقول لك لا يخاطب الناس الا بما استطيع علمه وعمله، بس تعرف تفهمه وتعمله. يقول لك خطبوا المساله فهمها بلغوا عني ولو